حقق المنتخب المغربي انتصارا هاما أمام المنتخب البلجيكي بثنائية نظيفة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في منافسة كأس العالم المقامة بقطر. سيطر المنتخب البلجيكي على الشوط الأول بدون تشكيل خطورة حقيقية على المنتخب المغربي باستثناء فرصة وحيدة في الدقيقة الخامسة بعدما مرر ثورغن هازارد تمريرة بينية إلى باتشواي الذي بدوره سددها، لكن الحارس المغربي منير المحمدي تصدى لها. رد المنتخب المغربي في الدقيقة 20 بتسديدة من حكيم زياش إلا أنها أتت فوق المرمى، وفي الدقيقة 35 أتيحت لأشرف حكيمي فرصة لفتح باب التسجيل إلا أن تسديدته أتت في الشباك الخارجية. وفي الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع استطاع المنتخب المغربي هز شباك تيبو كورتوا عن طريق ركلة حرة مباشرة سددها حكيم زياش ببراعة، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل. في الدقيقة 52 من الشوط الثاني أتيحت لإيدين هازارد فرصة خطيرة بعد تسديدة رائعة أبعدها المحمدي بتصدي أروع. وفي الدقيقة 56 كاد بوفال أن يفتتح باب التسجيل بعد مراوغته للمدافع مونيي وتسديده لكرة خطيرة مرت بجوار القائم دريس ميرتنز بعد دخوله بدقائق. كاد أن يسجل أول أهداف المنتخب البلجيكي بالتسديدة قوية، إلا أن الحارس المغربي منير المحمدي أبعدها ببراعة. وفي الدقيقة 73 من المباراة نجح عبد الحميد الصابري من تسجيل أول أهداف المنتخب المغربي عن طريق الكرة الحرة خادع بها الحارس البلجيكي وأسكنها شيباك، وجاء هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 2 من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني بعد تمريرة من زياش إلى زكريا بوخلال الذي سددها بدوره مباشرة في الشباك. وأصبح لأسود الأطلس بهذا الفوز 4 نقاط ليتصدروا مجموعتهم، وتجمد رصيد المنتخب البلجيكي عند 3 نقاط في المركز الثاني.